بعد الحادثة اللي حصلت اللي هي بتاعة البنت الجميلة اللي في التجمع اللي هي يعني توفاها الله، طبعًا الكل دلوقتي بيدوّر على أأمن أبلكيشن في مصر. إيه هو أأمن أبلكيشن في مصر بالنسبة للsafety بتاعه والأمان بتاعه؟ واحد من المسؤولين كان قاعد معايا راجل محترم جدًا، فبيكلمني بيقول لي: "إيه هو أأمن أبلكيشن في مصر نقدر فعلًا نستعمله؟" بدون تفكير رديت عليه وقُلت له: "هو أبلكيشن ديدي." لإن أبلكيشن ديدي بعد البلوك ما تقدرش يعني ما فيش أي حد في مصر يقدر يعمل له إيميل بعد البلوك، لإن أبلكيشن ديدي يا جماعة أبلكيشن صيني وماشي بنظام بصمة الوجه، تمام؟ فحتى لو ضرب ورق، لإن طبعًا في أوبر وإندرايفر للأسف الشديد يعني في ناس بتضرب ورق وتعمل أبلكيشن بعد البلوك وبيكون هم أساسًا سواقين لا يصلحوا للعمل في مخدرات بقى وأنتم فاهمين والكلام دوّة، وبيسوقوا طبعًا يعني تحت تأثير المخدرات والكلام ده، فهو ده اللي بيبوّظ منظومة النقل الذكي. أنتم واخدين بال حضراتكم، مع إن في